الأصل في الشريعة التيسير. ما تمام. خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهم. مين المريض اللي يفطر، ومين المريض اللي ينفع يكمل صيام؟ يعني العلماء قسموا المرض، هنتكلم من ناحية الشدة والمدة. تمام. طيب دكتور احمد بقى، الادويه اللي بتفطر والادويه اللي ما بتفطرش دي بتعمل مشاكل كتير عند ناس كتير. إن حضرتك مش فاهم إن أنت كنت بتصوم بأمر الله ودلوقتي بتفطر بأمر الله. ما هنا هذه رخصة، ما ينفعش إن احنا سبحان الله. نعرض عن رخصة الله. إن الله يحب أن تؤتى رخصه. الحقن بتفطر وما بتفطرش. طيب بالنسبه للقطرات، طب في يعني معلومه كده عند ناس كتير ان اي دم ممكن ينزل من الانسان يفطر. خالص. وفي كلام عن الحجامة، إن أفطر الحاجم والمحجوم. عايزين نصيحه عامه للمريض في رمضان، اذا كان بقى المريض اللي هيصوم ازاي يصوم صيام امن، او اذا كان المريض اللي هيفطر ازاي يستمتع برمضان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات بودكاست طريق العافية. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة رمضان الكريم، هذه الأيام العظيمة اللي ربنا بيمن علينا فيها ببلوغ هذا الشهر الكريم وصيام رمضان. ولكن للمريض عنده تحديات واستثناءات، كما قال الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. النهاردة بإذن الله هنتكلم مين المريض اللي يفطر ومين المريض اللي يصوم، ايه الأدوية اللي بتفطر، ايه الأدوية اللي ما بتفطرش. كل ده وأكتر إن شاء الله هنتعرف عليه النهاردة مع ضيفنا الاستثنائي اللي جمع ما بين العلم الشرعي وعلم الطب. معانا أستاذ مساعد أمراض البطنة والمناعة والروماتيزم في كلية الطب جامعة بني سويف، والداعية الإسلامي وطالب العلم الشرعي لأكثر من 20 سنة، ومدرب في معهد العلم والعمل، الأستاذ الدكتور أحمد يحيى. شرفتنا دكتور أحمد. أهلا وسهلا أستاذ مدحت، شرفتنا. سعيد بوجودي معاكم. الله يحفظك دكتور أحمد، شرفتنا حضرتك، شرفتنا جدا. طيب دكتور أحمد، المريض والصيام في رمضان، عايزين نبدأ كده بسؤال مهم جدا: مين اللي ياخد القرار ان العيان ده يفطر والعيان ده ما يفطرش؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا أولا سعيد جدا بالدخلة دي، لأن كتير يعني بنلاقي كل الناس بتفتي في أي حاجة وفي كل حاجة. أنا حتى عجبني فكرة برنامج هبد ولا بجد. أنا دايما بحس إن الهبد بقى الترند في الزمن ده، فمهم قوي نشوف مين اللي من حقه إنه ياخد القرار ده. تمام. فإحنا محتاجين أصلا في القرار ده نقطتين. إحنا قلنا المريض والصيام، ففي جانب طبي خاص بالمرض وفي جانب شرعي خاص بالصيام. فلازم يا إما كما قال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر هنا أهل الذكر أو أهل العلم المختصين بالجانب الشرعي والمختصين بالجانب الطبي. ويا سلام لو شخص جمع ما بين الاثنين. يعني دلوقتي الشيخ والدكتور. أيوة. احنا بقى هنسأل الشيخ ولا الدكتور؟ لازم الاثنين، لازم أو الاثنين. يكون حد جمع ما بين الاثنين. تمام جدا. وهل فعلا في حد بيجمع بين الاثنين؟ طبعا. هو مش لازم الدكتور هيبقى شيخ، مش هيبقى عالم او كده، مش هيتفرغ بقى لطلب العلم وكده. لكن النقطة، ودي الرسالة عايز اوجهها للاطباء، ان كل مسلم لازم يتعلم دينه. تمام. قال صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. والتعلم ده يعني شيء اساسي. يعني ربنا ذم من يعلم وهو لا يعلم، قال: ولكن أكثر الناس لا يعلمون. طب ليه يا رب؟ معهمش شهادات، معهمش مؤهلات؟ لا، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. يعني يعرف يعلمون. يعلم، ده معاه ماجستير ودكتوراه في تخصصه، ده حد فوق قوي. لكن المشكلة ايه بقى؟ يعلم فين؟ وهم عن الآخرة هم غافلون. طب يعني ممكن حد يقول يعني لازم بقى الطبيب يتفرغ لطلب العلم الشرعي ويتعلم كل حاجة في الدين؟ ما دي نقطة. يعني هو دلوقتي هو دكتور في تخصصه، فطبيعي ان هو ياخد ماجستير ودكتوراه في التخصص بتاعه، ولازم يبقى شاطر، ولازم يبقى يحرق شاطر. مكانه. مفيش حد بس في نفس الوقت انت بقى حضرتك بتقول ان هو يطلب العلم الشرعي. ايوه. ايه بقى العلم الشرعي الحدود بقى؟ ايوه. ايه حدوده؟ تمام. ما هو احنا لسه بنقول طلب العلم فريضة،
تمام. بس في حاجه اسمها فرض عين تجب على كل مسلم بعين. وده كلام مهم جدا، والدكاتره دلوقتي يعني احنا ايه ايوه، بالراحه عليهم بقى يا دكتور أحمد. والنقطه دي كمان مهمه للمرضى. ما انا تمام. برضو مثلا عندي مرض، لازم اعرف احكام المرض ده. مم. طبعا فرض العين يعني فرض على كل مسلم بعينه. تمام. انا مسلم وجبت عليها الصلاه، اعرف احكام الطهاره والصلاه. في مم. للاسف ناس بتصلي وعندها مشكله للاسف يعني ممكن صلاته تبطل وهو مش واخد باله. مم. تمام. ده كمان ياما شفنا مرضى بيدخلوا عندنا المستشفيات وهو بيبقى بيصلي، بس هو متخيل طالما هو قاعد في المستشفى ما ما يصليش. يصليش. مشكله. ويا انا مش هنسى مريض كان ايام فتره نيابتي، كان شاب وداخل بفشل كده، اقول له يا ابني صلي، يقول لي طب لما اطلع من المستشفى اطلع. مات وما طلعش من المستشفى. يا الله. فدي مشكله، واحد يصعب عليه حد محافظ على الصلاه ويختم له بترك الصلاه عشان هو مش فاهم انه ينفع، هو مركب قسطره بول ممكن يصلي، بس ليها احكامها وليها قواعدها. انه في صلاه فاقد الطهورين. طبعا دي مسائل تفصيليه، بس بس لازم دي فتره انا فتره ذهبيه للدعوه بالنسبه للدكتور في المستشفى بصراحه. اكيد يعني انا يعني مش متخيل اصلا يبقى المريض معايا يعني 24 ساعه ما اذكروش بالصلاه، اذكره بفضل ربنا عليه، بحمد الله. لان في ناس بتسخط على ربنا، في ناس بيصيبها احباط، في ناس بنشوفها ممكن تصل لدرجه الانتحار. بس الدكتور بيبقى مضغوط يا دكتور احمد، يعني بيبقى مضغوط ضغط الشغل بقى وحالات ونبطشي ومش نايم. يعني ممكن نضيفها في الهيستوري كده الطبي او التاريخ المرضي كده. اه. تنساش بقى الصلاه، اخبارك ايه في الصلاه، كلمه مم. سبحان الله، وكلمه بتغير مصير انسان. سبحان الله، يعني ممكن كلمته دي اصلا آه. حد يتذكر الصلاه يصلي قبل ما يموت والانسان ويكتب له حسن اسير الختام. الاحسان. سيدنا يوسف لما دخل السجن برضه ما تركش الدعوه. مم. بالعكس، قبل ما يؤول الرؤية، قبل ما يكتب الروجيتا، ذكرهم بالله، مم. فكانوا أكثر استجابة. طبعا. ففرض العين اللي هو تصحي بيه عبادتي وتصحي بيه معاملاتي. يعني تمام. التاجر يتعلم فقه البيوع، مم. الطبيب يتعلم يتعلم. فقه المسائل الطبية. مم. منها بقى النقطة اللي بنتكلم فيها. يعني هو كده حضرتك بتقول لنا ان في مسائل طبيه محتاج الدكتور يتعلم العلم الشرعي بتاعها. طبعا، لأن أنا بحتك بالمريض والمريض بيسألني. مم. وللأسف إحنا في ناس بتهبد وفي ناس بتتكلم بعلم. مم. وخصوصا ان كتير قوي زي ما قلنا الشيخ لما هيسأل هيقول زي ما احنا هنقول دلوقتي ان يرجع فيها الى الطبيب هيرجعه المختص للدكتور. لتقييم الضرر والتقييم الشدة والمدة زي ما مم. هنتكلم دلوقتي. تمام. فلو الطبيب مش فاهم التقييم الشرعي للمسألة هيلخبط الدنيا. مم. فابقى فاهم مين يصلي ومين ما يصليش، طب هيصلي ازاي، طب قصة سلاسل بول، طب مش عارف ايه الصيام، مين يصوم ومين ما يصومش. مم. فدي الاساسيات. في بقى بعد كده فرض كفاية مم. اللي هو بقى هتبقى في حق الطبيب مستحب. مم. هو بقى عايز يتعلم بقى اصول الفقه، يتعلم كذا كذا، لكن لازم اساسيات الدين اللي خاصه بعبادته وخاصه بمهنته عشان مم. يرشد المرضى. طيب هي كل الاطباء هيتعلموا بقى فقه الصيام، ولا في تخصصات بعينها هي اللي محتاجه تتعلم فقه الصيام؟ من فقه الصيام هيتعلمه لنفسه الاول، تمام. وهيتعلم المسائل الطبيه. المسائل الطبيه، اصل انا اقصد كلنا المسائل الطبيه. ليه بقى؟ لان مثلا ما فيش دكتور ما بيكتبش برشام، مم. ما بيكتبش حقن، ما بيكتبش محاليل. كلنا فلازم يعرف بنتعرض يقول للحاجات دي. ايه اللي اه بيفطر وايه طبعا اللي ما بيفطرش. كتير. مم. يعني انا كان حتى دكتور شريف طه ربنا يكرمه بيحكي عن احد الناس، الموقف ده انا اذكره كتير. ربنا يحفظه. اصابه مغص كلوي شديد مم. وفضل يتعذب. طب يا فلان، طب ما خدتش حقنه ليه؟ اصل الحقن العضل بتفطر. مم. فهو يعني المريض نفسه وممكن الطبيب نفسه ما يبقاش عارف ان هو الحقن ليه العضل ما رخصة بتفطرش، وبيعذب نفسه. وعايش متعذب. مم. وفعلا ربنا يعافينا من الالم الكلوي ده او المغص الكلوي ده. كان ممكن ياخد الحقنه تريح معاه الدنيا. ده بسبب الجهل. بالظبط، هو متخيل ان الحقنه العضل مثلا بتفطر بتفطر. او اللبوس بيفطر، مم. وهكذا. قصدي حاجات كتير. مم. فكل الاطباء بيتعاملوا مع مرضى. دكتور النساء، واحده حامل او بترضع، طب تصوم ولا ما تصومش؟ مم. دكتور مثلا هيعلق محاليل، دكتور الطوارئ، وهكذا. فكلنا محتاجين. لان في كده في دكاتره ممكن تفطر الناس كلها، وفي دكاتره بقى بتصوم الناس كلها. للاسف مم. في ناس افطار لكل الناس. مم. اللي داخل عنده العياده بيكتب له العلاج وانه يفطر. انا رجلي بتوجعني يا دكتور احمد. اي افطر افطر النهارده. افطار لكل مواطن. ايوه. وفي دكاتره لا قافلين خالص، لا ما تفطرش، صوم. تفطر ازاي؟ ده تضيع ربنا رمضان. كتب عليكم الصيام، صوم. انت هتتدلع. اي تمام. فهي بقى المشكله بقى، طب اللي بيصوم الناس ولا اللي بيفطر الناس الصح؟ مم. هي دي المشكله. هل بقى في وسطيه بين الاثنين؟ ما هي بقى النقطه، ده متطرف قوي وده متطرف قوي. بنعرف الطرفين ازاي؟ ما هو ده طرف وده طرف، بنعرف الوسط. اللي هيتطرف يمين هيبقى متشدد، واللي هيتطرف شمال هيبقى متميع،
والاتنين متطرفين. مم. عشان كلمة متطرف دي بقت بتتقال على ناس معينة بس، لا، التشديد تطرف والتمييع تطرف. هو معنى التطرف ايه اصلا؟ ان انا اقف في طرف بعيد عن الوسط. ان ناخد طرف بعيد. بالظبط. تمام. طيب الوسط ايه بقى؟ ما هي دي بقى النقطة. مم. هعرف ان ده متطرف ولا ده متطرف ازاي؟ بان انا احدد الوسط. صح. الوسط اللي هيحيد عنه هيبقى متطرف. تمام. وخصوصا ان شريعتنا جاءت بالوسطية، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. ايه الوسط؟ نفتكر كده، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر. يعني نوزن كل حياتنا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم هو الوسط. اللي هيتشدد عنه يبقى متطرف، اللي هيتميع عن هديه هيبقى متطرف. فالوسط هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال بعثت بالحنيفية السمحاء وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. وفنلاقي الأصل في الشريعة تيسير. ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما. حلو قوي. طب ما أنا بتعب من الصيام يبقى هفطر، والصلاة الأيسر لأن أنا أجمع ال5 صلوات لما أروح، والأيسر لأن أنا أحافظ على فلوسي وما أطلعش الزكاة. فإيه رأيك؟ كده مش اللي يصر ده. أيوة، ما بننسى الجزء الأخير في الحديث. ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. ما لم يكن إثما ده الضابط بقى. أيوة، إن لو الاتنين ده مباح وده مباح هختار الأيسر فيهما. لكن لو الأيسر مباح الأيسر محرم ما ينفعش. ما هو الصيام في مشقة لكل الناس، بس المشقة دي مرادة اختبار. وفي حد بيحب يجوع ويعطش؟ لا، بس ده اختبار. فكل الناس يقول لك لا أنا ما هصومش. الأيسر اللي هجمع الصلوات ال5 لا، بدل إثم. عشان بعض الناس بتميع الدين على هواها. ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس عنه صلى الله عليه وسلم. بس فهو ده الوسط وهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فمحتاجين بقى ما نيجي نتكلم مين يفطر مين ما يفطرش نشوف حكم النبي صلى الله عليه وسلم في المسائل دي صلى الله عليه وسلم. تمام. طيب ننتقل بقى للنقطة اللي بعد كده يا دكتور. مين المريض اللي يفطر ومين المريض اللي ينفع يكمل صيام؟ يعني في مرض أكيد حد مريض بس ممكن يصوم، وفي مريض هو لازم يفطر. جميل. وربنا قال كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، والصيام رمضان من أركان الإسلام. تمام. بس زي ما حضرتك ذكرت كده، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فيه استثناء للمريض. لكن هل كل المرض حاجة واحدة؟ لا. تمام. لأن بعض الناس يقول لك أي خروج عن الصحة ده مرض. واحد صباعه اتعور ما ده مرض. واحد بيهرش ما ده برضه اعتلال. خلاص. واحد مش عارف الجرح. فهل كل دول هيفطروا كده؟ الناس انا يعني سامع حد بيسألنا دلوقتي بقى ايه احنا، طب بقى وضح لنا بقى دكتور احمد الكلام ده كده بالتفصيل. ما هو لازم بقى نفصل. تمام. يعني العلماء قسموا المرض، هنتكلم من ناحية الشدة والمدة. الشدة والمدة. يعني ايه الشدة ويعني ايه المدة؟ ايوه، الشدة والحدة اللي بتحدد ده مرض شديد ولا لا. تمام. دي هتحدد يفطر ولا لا. تمام. اما المدة اللي هنقول بقى ده مرض حاد هيخف ولا مرض مزمن مطول، دي تمام. هتحدد لو فطر هيعمل ايه. هيقضي ولا هيفدي. تمام. نقف بقى هيفطر ولا لا، يبقى نتكلم عن الشدة. الشدة. شدة يعني المرض. ايوه بالظبط. ففي مرض لا يؤثر على الصيام ولا يتأثر بالصيام. ولا يشق عليه الصيام. زي فهذا يجب عليه الصيام. مرض هو مش هيتأثر بالصيام ولا هيؤثر ولا الصيام هيأثر عليه. ولا الصيام هيأثر عليه. ولا يشق عليه الصيام. ده زي ايه يا دكتور احمد؟ يعني مثلا خشونة الركبتين مثلا. ودي عند اغلب الناس فوق سن 40. مش عايز اتكلم زي احنا لسه صغيرين يعني. تمام. دي اصلا حاجة بتحصل مع السن، الغضروف بيبدأ يتآكل. تمام. طب ده هل ليه علاقة بالصيام؟ لا. هل ليه اي تأثر بالصيام هيشق على الصيام؟ لا. انا تعبان بقى وعايز اخد مسكن. طيب ما هو دي بقى حاجة تانية. لو فيه مرض ما دي نقطة. لو فيه مرض محتاج ياخد علاج مثلا كل 6 ساعات وساعتها الصيام هيأثر على مواعيده، لا ساعتها دي مختلفة. يعني ممكن مثلا مريض الهربس ده مثلا بنديله مريض الهربس اللي هو الهربس بقى الهربس زوستر او الحزام الناري. ده مثلا بيبقى عنده الحزام الناري ده بيحتاج ياخد مثلا كبسولة كل 4 ساعات. متعذب اصلا طبعا ياخد كبسولة كل وفي انواع دلوقتي بتتاخد على مدة اطول. فساعتها ممكن يفطر عشان مواعيد الادوية. خلاص. تمام. لكن مثلا مريض الصداع ده ممكن ما يتأثرش
وممكن ياخد المسكن عضل او ياخدوا البوس مثلا. تمام. فهي القصه في انه اذا كان مثلا زي ما قلنا واحد اتجرح في صباعه، واحد مثلا عنده خشونه في ركبتين، دي ملهاش اي علاقه بالصيام تمام. ولا يشق عليه الصيام. تمام. فبالتالي انه يجب عليه الصيام تمام. خلاص، الا اذا كان مواعيد الادويه وهو مضطر ليها ما ينفعش ياخرها ما بعد الفطر، ساعتها خلاص ممكن يفطر عشان مواعيد الدواء. تمام. تمام. يبقى ده كده اول نوع آه. اللي هو الصيام لا يؤثر فيه في المرض، ولا المرض يؤثر على الصيام، بالضبط، ولا يشق عليه. ولا يشق عليه. بالضبط. تمام. فده ده خلاص يصوم. يجب عليه الصوم. تصوم. هاي. ماشي. وان تصوموا خير لكم. أن تصوموا خير لك. على الطرف الآخر بقى خالص زي ما قلنا ده لا يشق عليه ولا يتأثر يحرم عليه الفطر. في بقى طرف تاني، مرض ممكن يترتب عليه مع الصيام الضرر المتحقق أو قد يصل إلى الهلاك أو المريض يموت. يا الله. زي مثلا مريض بيجيله نوبات هبوط سكر، ده محتاج إنه يأكل وجبات بانتظام. أو مثلا مريض فشل كلوي ووظائف الكلى بتعلى، والصيام رمضان جاي في الحر والعرق وهو بينزل شغله والكلام ده بيعرق جامد، هيفقد سوائل، ده ممكن يتضرر. وطبعا ساعتها مين اللي هيحكم بالضرر؟ هنا الطبيب. هيبقى بقى ايوه دور الطبيب. لازم الرجوع للطبيب، يكون تمام. طبيب فاهم في تخصصه. يعني انا ممكن مثلا اقول لا ده مش تخصصي، فبرضه الضرر محتاج حد متخصص. تمام. فده اهميه الجانب الطبي. احنا بننبه على حاجتين، على المريض ان هو لازم يرجع للطبيب، أيوة. والطبيب ان هو لازم يتفقه في الدين. بالضبط. وهنا بقى المشكله اللي بتواجهنا دايما، يا يا دكتور انا لازم اصوم، ما ينفعش ان انا ما اصومش. ايوه. وازاي بعد ما اوصل للسن ده؟ ما هو انت مش فاهم. انا بقنع امي مش راضيه. ربنا يحفظها ويبارك فيها ويعافيها. هنا بقى النقطه، ان حضرتك مش فاهم ان انت كنت بتصوم بامر الله ودلوقتي بتفطر بامر الله. ما هنا هذه رخصه، ما ينفعش ان احنا نعرض عن رخصه الله. ان الله يحب ان تؤتى رخصه، ده الله عز وجل يحب ان تؤتى الرخصه، يحب سبحانه وتعالى. فما ينفعش انك تعرض عن رخصه ربنا. ولا تقتلوا انفسكم، ما ينفعش. فدي مشكله كبيره، والمريض بقى حاسس بالذنب. لا بالعكس، انا بقول له انت هتفطر بامر الله ويبقى ليك اجر، لان انت كنت في ايام صحتك كنت بتصوم. لما مرضت مرض يمنعك من الصيام انت بتقول يا رب انا افطر امتثالا لامرك. فدي نقطه لازم بنوصلها للمرضى وبتقنعهم كتير. ممكن يستمتع برمضان اصلا برضه وهو مفطر. ايوه صحيح، ما هو في عبادات اخرى الله يبارك فيك، يعني مش في الصيام بس لا، ده في قيام الليل، فيه القرآن، فيه الذكر، فيه فما ينفعش ان انا ممكن الرخصه دي اصلا كمان تقويه على العبادات التانية. الله يكرمك، دي نقطه مهمه جدا. فاحيانا الناس لا بالعكس، انت هنا بتفطر بامر الله، تأخذ برخصة الله. وما ننساش حتى في آيات الصيام ربنا قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هو مش مراد ربنا انه يهلكنا. دي اصلا دي جايه في آيات الصيام. ايوه سبحان الله. فهو مراد الله التيسير. فلازم فاهمين النقطة دي، وخصوصا ان احنا بنقعد نتكلم كتير مع بعض المرضى هو ما بيقتنعش. بس هو بأمر الله دي هتريحه. يعني انت أكيد. لما نقول له انت بتفطر بأمر الله، هو هيبقى مرتاح نفسيا. وانت مأجور على الفطر كمان، انك اخذت بالرخصة. الله اكبر. اتيت ما يحبه الله سبحان الله. يعني كمان يعني هبقى بيفطر وبياخد اجر زيادة. بالظبط. فلا ده الامر ده يبقى واضح ان ما ينفعش ان انا اذا كان الطبيب حكم واكد ان فيه ضرر متحقق او قد يؤدي احيانا الى الوفاة، لا ما ينفعش الانسان يصوم. تمام. يعني بعض المرضى انا شفت مثلا مريض سكر وبنأكد عليه لو سكرك رفع فوق ال 300، لو نزل عن ال 70، لو كذا لا افطر. بعض المرضى ممكن سكرهم ينزل ويروحوا لك انا هدخل انام واكمل، ده ممكن لا قدر الله يموت وهو نايم. يا الله. فدي ده مش هو بيدوس على نفسه عشان يكمل طبعا يوم الصيام. دي مشكلة كبيرة. هو مش عارف ان كده ممكن يكون بيعاند ربنا. يا ان الله. لا ان انت دلوقتي اصلا هبوط السكر ممكن يدمر خلايا المخ لو طال. فبقى هو ما يحس بالهبوط ويلاقي ويكون قايس سكره قليل، يدخل ينام ساعتين 3 لحد المغرب، دي مصيبة. بس جملة يعاند ربنا دي جملة تحسها كبيرة كده يعني. دي رخصة من الله سبحانه وتعالى. وهو ما اخدش بيها. ويعني مش قصة كمان صحته بس، ده قصة كمان ان انت لو انت عامل عن اللي يحبه الله، هو الله يحب ان انت تفطر. ما هو الجسد امانة، وده من الضرورات الخمس ان انا احفظ الصحة. فما ينفعش ان انا حتى لو بالعبادة ان انا اضر جسدي. تمام. طالما فيه رخصة رخصها الله عز وجل لا اعرض عن الرخصة. الله اكبر. دين يسر. اي والله دين اليسر. الحمد لله. في بقى مجموعة في النص هي بتتأثر بالصيام ويشق الصيام،
دول بقى هيبقى حسب المشقة. دول اللي هم بقى ولا النوع الاول ولا النوع الثاني. النوع اللي قلنا ده خلاص ده يحرم يحرم عليه الفطر في الأول، وده يحرم الصيام. يحرم الصيام. دول بقى هيبقى في التخيير. إذا كان المشقة اللي بتترتب مشقة محتملة وأن تصوموا خير لكم، يبقى الأفضل له أنه يصوم. تمام. لكن لو المشقة شديدة، لا، الأفضل أنه يفطر، يأخذ بالرخصة، وكمان يكون أعون له على إيه؟ على العبادات. تمام. طب هل في أمثلة بقى للصنف اللي في النص ده؟ ودايما من أكثر الأمثلة مرض السكر. وانا اوصي بقى بالعوده الحلقه بتاعت استاذنا الدكتور محمود فريد. لكن انا بقول مثلا كدكتور بطنه، احنا عندنا حاجه اسمها الدايبيتس عند رمضان او الدار دي، بنعمل كالكيوليشن او بنحسب معدل خطوره المريض في السكر، مش هاخد في تفاصيلها. بس في النهايه بيطلع عندي المريض لو ريسك قليل الخطوره، او هاي ريسك شديد الخطوره، او مودريت. اللو ريسك ده اللي هو ما فيش خطوره خالص، قليل الخطوره خالص، ده خلاص ممكن، او خطوره قليله معذره، ده ممكن يصوم عادي خالص. الهاي ريسك ده اللي لسه بتكلم عنه بقى، انه ممكن يترتب عليه بقى هبوط سكر ولا غيبوبه ولا كذا، الهلاك والموت. خلاص. اما بقى المودريت ده هو بقى ايه، ممكن على حسب المشقه حتى بنعمل له زي بروفا، يتجرب يصوم في الايام الايه ايام التطوع، ونشوف هل دخل في هبوط سكر، وبنأكد عليه انه يقيس السكر فده برضه بيبقى فيها التخيير. تمام. هل ده بيبقى في امراض زي السكر بس، ولا في ممكن امراض تانية برضو يبقى في ما بين الاثنين؟ ده في امراض تانية اخرى. يعني هي برضو حسب، مثلا اذا كان معدل الخطورة متوسط، وده بيحدد معدل الخطورة، ده بيحدده الطبيب، دي ما فيهاش كلام. ايوه، المتخصص. يقول لك كل تخصص عاملين ابحاث في شغلهم، وبفضل الله بقى في ابحاث كتيرة عن الصيام والكلام ده. تمام. هو بمناسبة الابحاث يا دكتور احمد، هو الصيام اصلا وده بقى اللي هي النقطة ما بين علم الطب الحديث والشريعة. هو الصيام أصلا ليه فوائد؟ هو طبعا أكيد ليه فوائد، أدم ربنا أمرنا. هو طبعا الحكمة الأساسية اختبار ارتضائنا له رب، دايما قول كده. لكن بقى سبحان الله دلوقتي طلع موضة كتير في الطب الصوم المتقطع. وحتى جائزة نوبل في الفترة الأخيرة كان خدها أحد العلماء، اكتشف حاجة اسمها الأوتوفاجي او الاكل الذاتي. الاوتوفاجي ده فكرته ان الخلايا بتنظف نفسها، فده بيقلل اي تحورات واي مشاكل وسرطانه والكلام ده. فدي حاجه وقائيه. فلاقوا ان من اكتر الحاجات اللي بتحفز الاوتوفاجي وان الخليه تبدا تاكل نفسها وتنظف نفسها التجويع، اللي هو فكره الصيام. فالصيام باب للصحه وباب للخير، بس زي ما قلنا نحطه في محله. لكن الصيام فعلا نعمة. الصيام بيفرق جدا. ناس كتير اللي بيبقى عايز بس هيمشي صح، ياخد الصيام ايه من اوله لاخره صح، يعني يصوم ويفطر بقى على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، مش بقى ايه 3 فرخات وورق مش عارف يبوظ فكرة الصيام. يبقى ايه هو قال طب بص بقى، انا وزني زيادة وحرمتني من الاكل، طب والله لعوض بقى كل ادغى بثلثي الثلث بتاعي غير الثلث بتاعي غير. لا صحيح. ففعلا اللي عنده سمنة، ودي مشكلة العصر أصلا مع قلة الحركة والريموت واللي مش عارف إيه، من غير ما تقول لنا يعني الكلام في وشنا كده. فأظن فعلا رمضان بيبقى فرصة كويسة جدا اللي هيمشي على نظام غذائي كويس في رمضان، إنه وزنه هيتحسن جدا. تمام. طيب دكتور أحمد بقى، الأدوية اللي بتفطر والأدوية اللي ما بتفطرش دي بتعمل مشاكل كتير عند ناس كتير. حضرتك قلت من شوية إن كان في حد عنده مغص كلوي، وكان ممكن ياخد حقنة أصلا تهدي معاه الدنيا، وهو عشان يظن إن الحقنة دي بتفطر ما خدهاش. صحيح. فنبدأ الحقن بتفطر ولا ما بتفطرش؟ بص يا سيدي، الحقن ممكن تتاخد بكذا طريقة. ممكن تكون تحت الجلد، تمام، زي الانسولين مثلا، خلاص، او حقن السيولة مثلا، تمام. فدي ما بتفطرش، تمام. وكذلك الحقن العضل، خلاص. والمحاليل كذلك، الا اذا كانت بغرض التغذية. محاليل اللي بتتعلق، يعني يعلق محلول وما يفطرش. ما انا ممكن ادي محلول حاطط فيه مضاد حيوي، او مديه مثلا حاطط فيه علاج محلول للمناعة مثلا، تمام، اندوكسان او غيره مثلا، تمام. فهنا هو مش غرضه التغذية. لكن لو واحد مثلا بياخده بغرض التغذية، لا، فهنا الاولى ان هو يقضي يعني هذا اليوم. يعني في محلول يتاخد بغرض التغذية، ده مفطر بالظبط، كبديل للاكل او محلول علاج. لكن في محلول مثلا انا بحل المضاد الحيوي او بحل العلاج مثلا المناعي ده على محلول،
فهو هنا مش غرضه التغذيه. تمام. طيب بالنسبه للقطرات قطرات العين او الاذن في الغالب ما تفطرش. ما تفطرش. قطرة الأنف قد لا تفطر، لكن الأحوط وخصوصا إن الأنف مسمع على الجوف، ما هي النقطة مم. أصلا الفطر الحاجة اللي بتدخل الجوف، تمام. فالأنف أقرب حاجة. مم. وحتى النبي صلى الله عليه وسلم قال وبالغ صلى في الله عليه الاستنشاق وسلم. إلا أن تكون صائما. الا ان تكون صائما. ليه؟ لأنه يخشى أن الماء يدخل إلى الجوف. مم. لذلك الأولى قطرة الأنف إنها تؤجل ما بعد الإفطار. العين والاذن ما الأمر تفطرش. فيها أيسر لأنها أبعد عن الجوف. ما تفطرش. اه تمام. طيب بالنسبه بقى في اللي هي الحبايات اللي تحت اللسان. دي نقطة مهمة. مم. لو مريض مثلا ذبحة صدرية أو كده، مم. وطبعا ده الأولى بقى حتة يصوم أو ما يصومش دي بقى هيحددها مع دكتور الطبيب. القلب. مم. بس افرض هو صام وحس بذبحة صدرية، لو خد مم. الحباية اللي تحت اللسان ما يفطرش، بس ما يبلعش ريقه. هي مم. أصلا بتمتص بالغشاء المخاطي في اللسان، مم. فدي لا يعني الحبايه اللي تحت اللسان ما تفطرش. تمام. طيب بالنسبه للمرضى الربو، بخاخات بقى بتاعت الربو. البخاخات دي أصلا دي بتوصل لمجرى النفس، يعني كده بتفطر؟ بيشفط. لا ما تفطرش. ما تفطرش. أو حتى المفروض هو ما بيبلع أصلا ما بتدخلش في المريء. مم. حتى المريض نفسه عشان لو اي رذاذ من الكورتيزون بنوصله بعد ما بياخد البخاخه بيتمضمض ويتف، لكن تمام. دي ما بتوصلش للجو، بتوصل لمجرى النفس. تمام. فبخاخات الربو الشعبي وما تفطرش. طيب بالنسبه للكريمات والدهانات، المراهم بقى وكده. لا خلاص، ما دي برضو امتصاصها ضعيف وما بتوصلش برضو من الجوف. تمام. الانسولين يا دكتور احمد. ما هو الانسولين زي حقنه تحت الجلد، مم. برضو كده مش ما هيفطر. يفطرش. طيب القيء غير المتعمد، يعني حد بقى في قيء غير متعمد. لا يفطر. ما يفطرش. اه طب في يعني معلومة كده عند ناس كتير ان اي دم ممكن ينزل من الانسان يفطر. لا خالص. وفي كلام عن الحجامه، ان مم. افطر الحاجم والمحجوم، عشان كده برضو الاحوط ان الحجامه تؤجل لما بعد الافطار. والحاجة ما بتبقاش طريقة اعتقد يعني يعني في الغالب هي مش طريقه، فالافضل انها مش تؤجل لما بعد الافطار. تمام. طيب بالنسبة لدكتور احمد، عشان احنا عندنا في عيادات روح الحياة عيادة الاسنان اها الشغل بيبقى فيها ضعيف في نهار رمضان فالشغل بقى الاسنان في رمضان الصبح دايما الناس بتحجم خالص عن شغل الاسنان في رمضان. ده هو الفتوى، ان مثلا مجمع الفقه الاسلامي قال ان خلع الضرس او تنظيف الاسنان او حتى المعجون والفرشه والسواك لا يفطر. مم. لكن برضو ان يعني ممكن انا اغسل اسناني بالمعجون اصلا ما تفطرش. تمام. لكن هي النقطه برضو شغل الاسنان برضو لو قدرت ان انا اجله لما بعد الافطار ده افضل. ليه كده؟ ما اشتغلوا بالليل بقى يعني لكن هي ان شاء الله لا تفطر يعني طالما مثلا اذا كان حد مش خلع هيبلع ضرسه، حاجه. حشو عصب، الحاجات اللي ما هي بقول بيبقى فيها اذا الشغل دي اذا كان مش هيبلع حاجه مش خلاص. هيبلع حاجه. انا لما في بعيد عن البلع خلاص. وحته الناس تترك السواك عشان خلوف فم الصائم، لا. مم. هو الخلوف ده اصلا بيترتب على الصوم، لكن مش مراد ربنا ان احنا لازم نسيبه، لا، لان انسان يتسوك طوال فتره الصيام ده هذا من السنه. تمام. احنا قلنا الشده، عايزين نقول المده. دي ما هو نقطه مهمه برضو جدا. احنا دلوقتي حددنا مم. المريض هيصوم ولا مش هيصوم. احنا كده بنرجع تاني بقى لحته ايوه عشان بس النقطه دي مهمه. المريض نفسه اللي اللي فطر. اللي فطر. ده ايوه مريض فطر خلاص. خلاص الشده هيعمل بتاعته ايه؟ خليته فطر. ايوه شده المرض فطر، خليته بالظبط. في الصنف اللي بيفطر. ايوه ده بقى مرتبط بالمده. بالظبط. ايه بقى يعني ايه المده؟ ما هو احنا عندنا في الطب مرض حاد او اكيوت، ده في الغالب بياخد فتره وبيخف. مم. وفي مرض مزمن، تمام. يعني مثلا الى الان مريض السكر ده مرض مزمن. تمام. امراض القلب والحاجات دي بتكمل مع الانسان، ودي مم. برضه هيبقى اللي هيحددها الطبيب. تمام. فده اللي حتى الفقهاء بيسموه مرض يرجى برؤه، اللي هو المرض الحاد او الاكيوت. لو ممكن يعني خلاص. هيعيا شويه وبعد كده يصحى. معروف ان دور البرد هياخد له مثلا اسبوع، مش عارف نزله معويه، مم. نزله رئويه او كذا. تمام. خلاص. والمرض المزمن الذي لا يرجى برؤه، اللي هو بقى مكمل معاه. ايوه. ليه بقى هتفرق في ايه؟ ان ربنا قال فعدة من ايام اخر. مم. حين يزول المرض او حين يزول السفر انسان يقضي هيصوم بقى. هيصوم الايام اللي افطرها. يصوم. طب ما هو المريض الذي لا يرجى برؤه، ما هو المرض مكمل معاه، مش هينفع يصوم بعد كده. مش هينفع يصوم. مم. فساعتها ده عليه الفدية. الفدية بقى. الا اذا مثلا بعض الحالات، يعني مثلا قلنا مريض الكلى
ورمضان جه في الحر وهو مثلا بيفقد سوائل وكده، ممكن يبقى يعوض في ايام في الشتاء مثلا، دي حاله تانية. مم. لكن بس الذي ده برضه اعتقد برضه يعني الدكتور اللي قال له. لازم العوده للطبيب. تمام. لكن زي ما قلنا المريض الذي لا يرجى برؤه خلاص، ما هو مرضه العذر مستمر معاه، تمام. زي الكبير في السن، ما هو مم. الكبر هيفضل معاه، مم. فهذا عليه الفديه. يفدي بقى. ايه هي الفدية يا دكتور احمد؟ انه يطعم عن كل يوم مسكينا. عن كل يوم مسكين. يطعموا ايه؟ ممكن بقى طعام جاف مم. نصف صاع، انما مثلا نطلع بقى رز وهكذا من اوسط طعام البلد، او تمام. ممكن طعام مطبوخ، اعمل مم. وجبه. تمام. وممكن الوجبه الاكل ده يكون لمسكين واحد او لعده مساكين، يعني مم. ممكن اعمل مثلا وليمه، مم. تمام، او واطعم كان فيها مثلا 30 مسكين مثلا. انا مثلا بالظبط اطعم 30 مسكين ب تمام. 30 يوم. او يعني ممكن يبقى نفس مش شرط المسكين. اطلعها كل يوم، ده انا ممكن اطلعهم كلهم ممكن مره في واحده. اخر الشهر ان أنا مثلا احسب الايام اللي فطرتها واطعم مساكين بهذا الايه، بعدد الايام. او في اول الشهر لو انا عارف ان انا كده كده اصلا نعم. مفطر رمضان كله. نعم. تمام. ده دي الفدية. تمام. أما بقى المريض الذي يرجى برؤه خلاص فعدة من أيام من أخرى ايام اخرى. عليه القضاء. بيقضي بعد ما بالظبط. بعد بقى ما بيصحى بيقضي ايامه دي. بالظبط. ودي نصيحة إن الواحد إذا كان عنده مرض حاد، وكذلك أوصي بقى الأخوات اللي مثلا اللي بيجي لهم الحيض أو كده، إن يحسبوا الأيام ويركزوا فيها. والإنسان برضه نصيحة إنه يعجل بالقضاء. مم. الواحد شفت ناس كتير يجي يزنق نفسه في أواخر بيسيبهم شعبان في الآن دايما وكمان بيسيبهم بيجي قبل في رمضان. اخر يعني كذا مره حديث، طب انا مش فاكر، طب انت ليه اخرت؟ مم. فمعلش زي ما الواحد بيحتاط لديون وبيسجل فدين الله اولى بالقضاء. عارف مم. انا عليا مش عارف لفلان كذا ولفلان كذا ولفلان كذا، عشان ما تحبسش او ما مم. لا، فكذلك او مثلا الصيام اولى. مم. الانسان بقى يبقى عارف هو فطر كام يوم، ما ياخرش قوي في القضاء. يقضي بعد رمضان على طول. عشان بقى ما اول يجيش ما ينسى او يتزنق، او يجي له بقى عذر تاني او مرض تاني، ولا يسافر ولا فيبادر تصدق بالقضاء. وانت دي من باب صحيح النصيحه. شحيح، يعني لو الواحد في صحة يلحق نعم، يقضي. هو صحيح القضاء ممدود مم. الى رمضان التالي، لكن ايه انت ما تضمنش الاولى ظروفك. بالظبط. مم. طيب بالنسبة دكتور بقى للحامل والمرضع، دول كان فيهم كلام برضو استثنائي في القرآن. نعم، ان ورد الرخصه للحامل والمرضع ان خافتا على الطفل. مم. وفي عده اقوال، في انها تفطر ولا شيء عليها، وفي انها تفطر وعليها القضاء او الفديه، لكن فالاحوط انها تخرج الفديه. يعني في اقوال بتقول ان هي تفطر ومعش عليها حاجة. او تفطر وعليها القضاء او عليها الفديه. وفي مم. علماء قالوا عليها الاثنين، وفرقوا بقى اذا كانت تخاف على نفسها او على وليدها، مم. لكنها تفدي، تفطر. تخرج الفديه. تمام، انما ما تقضيش الايام دي. وكبير السن بقى بالمره ان هو انه نقصان زي ما قلنا برضه، ما هو كبير السن زيه زي المريض المزمن. مم. ما هو دلوقتي السنه دي فطر عشان كبره، ما هو الكبر مش هيروح، مش هيصغر. مش هيرجع تاني مش- يبقى كويس. اه فيفدي. اللي بيروح ما بيرجعش خلاص. ايوه. تمام. طيب دكتور احمد بقى، يعني جزاكم الله خيرا، يعني معلومات قيمة وحلقة اكثر من رائعة، ان شاء الله تنفع المسلمين في كل مكان. عايزين بقى نصيحة للمرضى في رمضان. بقى النصيحه الاولى مش في رمضان بقى، قبل رمضان، قبل رمضان. التحضير لرمضان تمام. مهم قوي. ده لينا كنا بقى التحضير الايماني. مم. الانسان بقى يستعد ويجهز بقى نفسه للقرآن، وينظف بقى القلب شوية، ويبدأ بتدبر القرآن. يعني اللي كان يعني مقصر مع القرآن يبدأ كده، لأن دايما أي حد بيدخل الرياضة على طول بيجيله شد عضلي، مم. لازم إحماء الأول وبتاع. ممكن يبقى بيلعب أديله 10 15 20 سنة، بس ما ينفعش ينزل الملعب من غير إحماء. فكذلك تمام. برضه، ما هو عشان ما يحصلش شد في عضلة القلب مم. لازم الإنسان يجهز نفسه إيمانيا، وبرضه فقهيا زي ما بنتكلم دلوقتي، مم. وكمان يجهز نفسه طبيا. مم. زي ما قلنا، ما لازم مريض السكر مثلا يراجع الطبيب قبلها بفتره. تمام. تلاقي المرضى بيزحموا قوي قبل رمضان بيومين. ايوه. يا دكتور يا ابني، طب ما انت لسه هطلب منك شوف السكر التراكمي ايه والسكر بتاعك ونعمل ممكن بروفا عشان اطلب تحاليل فانت واطلع. كده زنقت ما هو هحكم ازاي؟ مم. ومريض الكلى فيفضل بقى انك انت يبقى فيه التحضير قبلها كويس قوي، تمام. عشان يكون صوم آمن. لازم تمام. يبقى كل حاجه تم تحضيرها جيدا. كويس جدا. فدي اول نصيحه، التهيؤ والاستعداد لرمضان طبيا وايمانيا وفقهيا. تمام. وان كنت برضه هوصي بوصيه تانية. لما بنيجي نتكلم في الاحكام احنا دايما احيانا بنقول احكام جافه شويه، بنقول الحكم مم. حكم بكذا حكم بكذا، وننسى ان احنا نتعرف على الحاكم سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى. ودي من الحاجات بصراحه الواحد يتعلمها في معهد العلم والعمل، ربنا يجزيه خير الدكتور شريف طه. ربنا كان يحفظه دايما ويحفظه. يؤكد احنا من الحاجات اللي بيخلينا نعرف الحكم ونمتثلوش ليه،
ان احنا ما تعرفناش على الحاكم سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى. انا ممكن حد يقول لي اعمل كذا مش هعمل، ونفس الامر ده يجي لي من ابويا اللي انا بحبه وواثق فيه وعارف وعندي يقين انه عايز مصلحتي، على قلبي زي العسل. بس كده. ليه؟ لان انا عارف مين ابويا وعارف حبه ليا وعارف انه انسان حكيم وتعاملت معاه من سنين. طب ما لما يجي لي الامر من الله ابقى عارف ان الله حكيم سبحانه وتعالى، ان الله، شوف زي ما في ايات الصيام كده، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. اعرف ان ربنا ودود. محتاجين احنا نتعلم ونعلم اولادنا من هو الذي حكم بهذه الاحكام سبحانه وتعالى، والذي جاءنا حاملا لهذه الرسالة، الذي أرسله الله رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. نبقى عارفين فعلا الحاكم سبحانه وتعالى، وكمان بقى نتعرف على الحكمة. فده التعليم الأحكام مجرد بدون بقى معرفة من هو الحاكم، زي ما تحصل كتير مثلا. ده عايز حلقة ده دكتور أحمد. ده أنا بس عايز حلقة والله. لا بس طالما اتكلمنا عن أحكام فعلا، يعني مثلا المثال المشهور أقول لبنتي البسي الحجاب. طب ما كل صحباتي ما بيلبسوش الحجاب، ولا البس حجاب وفلانه وبنت طنط فلانه وبنت مش عارف ايه، لكن ما قلتلهاش الايه، ما قعدتش معاها كده، جبت لها الايه في سياقها والحكمه. وعارفه يا بنتي مين اللي امرك بالحجاب؟ مش انا والله، ده ربنا. عارفه ربنا بيحبك قد ايه، ده ربنا اسماءه الودود وكذا وكذا. فدي نقطه مهمه قوي محتاجين نتعلمها لما نيجي نتكلم عن احكام الصيام، احكام الصلاه، احكام اي حاجه. لازم نتعلم الحاكم سبحانه وتعالى وحكمته، ودي هتفرق معانا جدا في امتثالنا للاوامر. دكتور احمد احنا هندبسك في الحلقه دي ان شاء الله. الله المستعان، ربنا يبارك. احنا عايزين الحلقه بقى بتاع الحكمه والاحكام. الله ومن هو الحاكم سبحانه وتعالى. واخيرا بقى ان احنا لما نيجي نتكلم في احكام، يعني الحمد لله مثلا الموضوع ده انا اتكلمت فيه اديلي كذا سنه، بس قبل ما اجي دلوقتي راجعت الاحكام وحضرتها. ان الواحد بيخاف من قوله تعالى وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. يا الله. فبس باكد على الحته دي، وبشجعك تستمر في سلسله هبد ولا بجد. ان شاء الله. لان فعلا الموضوع خطير، سواء الهبد في الدين او الهبد في الطب او في غيرها بقى. صح. يعني حديث الصحابي الذي شجه حجر في سفر، وكان سأل أصحابه لما أصبح على جنابه: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا له: وأنت تجد الماء، ملكش رخصة في التيمم طالما عندك الماء، قدامك مية يبقى لازم تتيمم. وشج في رأسه اتبطح فاغتسل فمات. يا الله. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: شوف بقى، قتلوه قتلهم الله. يعني تخيل أصلا النبي صلى الله عليه وسلم، احنا دايما متعودين انه رحيم رؤوف. شوف غضبته بقى المرة دي. غضب ليه؟ لأن دي روح أزهقت بسبب فتوى بدون علم. يا الله. قتلوه قتلهم الله. طب ايه الحل يا رسول الله؟ ألا سألوا إذا لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال. ما تعرفش اسأل بس. وعلى فكرة يعني أنا دايما بقولها حتى للدكاترة، يعني احنا واحنا صغيرين كنا ممكن نتجرأ شوية، كل ما الواحد بيكبر بيحس لا الدنيا واسعة، والواحد حتى ما يبقى هو الاستشاري والناس بترجع له بقول لا أنا هرجع وابحث في الموضوع. أنا بقول دايما بعض الأطباء ممكن بيفتي في فتوى لو سئل عنها الأستاذ الدكتور فلان لجمع لها أهل الاستاف راوند. يعني فعلا ممكن بتيجي حالة ممكن بعض الزملاء تعامل معاها، لما بتيجي بقى لا نحجزها ونقعد نعمل عليها ابحاث وبتاع والقصه، وتلاقي الموضوع اتعرض في مؤتمر كبير ومحتاجين ناخد فيه قرار وبتاع، كما قيل انه افتى في فتوى لو سئل فيها عمر لجمع لها اهل بدر. يا الله. فعشان كده حته ان الانسان يفتي في اي مساله سواء طبيه او دينيه او كده مش عيب اقول لا اعلم، او اديني فرصه ابحث او اراجع، خصوصا مصادر المعرفه متاحه والعلماء موجودين فبلاش حد يتكلم في حاجه بدون ما يتقنها، بدون ما يكون عنده علم فيها، لان احنا هنتحاسب سواء بقى فتوى في الدين، فتوى في الطب، فتوى في اي حاجه، لان الهبد هيودي في داهيه في الدنيا وفي الاخره. دي نصيحه يا رب. دكتور احمد شرفتنا ونورتنا حبيبي، الشرف ليا، وجزاكم الله خيرا على المعلومات القيمه، وان شاء الله رمضان سعيد لكل مريض، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله.